بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عسلامة اخوتي في الله، ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحة ونعمة تتبعوا فينا. نهار جديد ودبارة جديدة باش طيب من بعضنا كسكسي بالعصبان اللي كسكسي بالدوارة. خليكم معنا شوفوا الطريقة كاملة في مطبخ ام ايناس. تشتركوا في قناتي وشجعوني. لا اله الا محمد رسول الله. اول حاجه نبداو بها خوتي في الليل باش نقليو شويه بصل في الزيت بالطبيعه ونحط عليه من بعد الفاح وحطينا لحمه. فما شكون في العيله ما ياكلش العصبان. فضلا وليس امرا اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس في كل جديد وحطوا لي لايك على الفيديو. جزاكم الله خير الناس الكل. شكرا للي دخلوا جدد للقناه وشكرا كثير للمتابعين القدم. وان شاء الله الفيديوهات الكل تعجبكم وخاصة تجربوا الوصفات نتاعنا. هذه الاكلات يعني كلها تونسية للعرب، يعني الاخوات العرب يعني اللي يتفرجوا فينا من بلدان اخرى. ان شاء الله تجربوا الوصفات نتاعنا وبالطريقة اللي تشوفوا فيها وتعطوني رايكم في الكومنتير كيفاش جاتكم الماكلة نتاعنا التونسية، كيف تجربوها في دياركم. استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. كما تشوفوا قلينا البصل في الكركم وفلفل الاكحل ومعاه اللحمه باش نحطوا شويه ملح بالطبيعه. ومن بعد باش نكملوا باقي المكونات اللي هما طماطم شايحه وطماطم معجونه. نحطوا كيف فلفل مرحي، عينك ميزانك انت كيف انت والعائله اللي عندك والكميه اللي باش تطيب هكاك تعرف قداش الحكار نتاعكم. لا اله الا محمد رسول الله. حاولوا ما كثروش برشا زيت على خاطر العصبان يسيب الزيت اللي فيه. كما تعرفوا نعملوه ديما بردي سواء علوش او بقري بالطبيعه باش يسيب الزيت اللي فيه. نحاولوا ديما نقصوا شويه كنتيتي نتاع الزيت. حطينا قرينات فلفل شايحين. ماذا بكم يكون مكوش اذا كان عندكم، راهو بيعطيكم بنة سبيسيال في الماكله خاصه في المقارونه. حطينا كيف معاه الملح ونخلطوه مليح مليح. وكما تعرفوني ديما نقلي، لابد من التقلية في الطماطم يعني في اي اكلة. ديما نقليو الطماطم منخليوهاش كما هي او نطيبو على الرز. ديما نحب نقلي باش تطلع الريحة الفايحة. واذا كان تبدا الطماطم تاعك مقارصة يتنحى الصيد نتاعها بالتقلية. واذا كان تقعد فيها بو كي حامض برشا حطولها شوية سكر. وكيف خليها تتقلى وقت تنحى الحموضة اللي فيها. بعد ما قلينا هذاك تو مرقنا. وبالنسبة للعصبان اخوتي في الليل نحطوه بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما نجبدوش من الكونجيناتور ونحلوه ونحطوه على خاطر وقت تتفلق الكعبة متاع العصبان او البوبنيت اذا كان طيبوا بيه. على هذاك نحطوه بالسخانة العادية، يعني ما يلزموش يكون خرج من الفريجيدير ونحطوه. تنجم تحطوا في ساشي غذائية بالطبيعة، تنجم تحطوا كيما هو يعني لكم الاختيار. وليسونسيال ما تحركوش يعني بمغرفة حديد على خاطر تترشق الكعبة وهي تتفلق. على هذاك ما نستعملوش المغرفة الحديد. ديما كان ماذا بينا نستعمل اللوح. واني حطينا الحمص نصنتو فيه على شيرة على خاطر تتنقب الكعبة كما تشوفوا. على ذاك نصنتو الحمص على شيرة ومن بعد حطوه هو والماء متاعو. وكيف حطينا تسخينة باش من بعد نستحقوها يعني نمرقوا بها. ما نقعدوش نسخنوا في الماء او نستغلوا الوقت يعني. وممتون نستغلوا الطياب نتاع العصبان يبدا يطيب من اللوطة نعملوا تسخينة من فوق باش تكون حاضرة من بعد نستعملوها. هني كيف نحضروا الكسكسي نتاعنا نفوحوه شوية كركب وملح ونحركوه مليح من بعضه وشوية ماء وبعد كده نحطوه يفور. نحطوه فوق يفور فوق الكسكسي وبالطبيعة فوق المقفول نتاعنا اللي من اللوطة قاعد يطيب فيه العصبان. وبعد ما يطيب العصبان نخرجوه وبعد باش نرميو الخضرة نتاعنا. بالنسبة للخضرة يعني تكون اختيارية. انت والفصل اذا كان في الشتي او في الصيف. اذا كان في الشتي بالطبيعة تكون فيها الخضرة الكل، واذا كان في الصيف نحطو بطاطا وقرع وحمص وبصل. وبالطبيعة نقليو الفلفل باش يجيب بنين. لا اله الا محمد رسول الله. بعد ما نخرجوا العصبان كنحطو الحمص بالطبيعة بالماء متاعو. ما نطيشوش كما تعرفوا القوة الكل ذهبت في الماء متاعو. على ذاك نحطوه هو والماء متاعو كما صمتناه كنحطوه. لا اله الا محمد رسول الله.
بعد ما تطيب المرقة متاعنا وقتها باش نسقيو، نحطو توا الكسكسي فور بالطبيعة وما يستغلش يعني برشا وقت. وماذا بينا من بعد باش نسقيوه، نبداو أول حاجة نسقيو بها هي نطوفو الزيت شوية من فوق باش يجينا الكسكسي منظر مزيان ويبدا كعبة كعبة مفرك، يعني كعبة كعبة وتلقاه أحمر مزيان. لا اله الا محمد رسول الله. هذه كسكسينا، يعني كانت الوصفة متاعنا للعشية، ان شاء الله تكون دبارتنا عجبتكم وعطينا رايكم فيها. تبخلوش علي بلايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس كل جديد، وحطوا لي لايك على الفيديو فضلا ليس امرا باش تكبر القناة بيكم، اشتركوا فيها باش يوصلكم كل جديد، فعلوا زر الجرس. بعد ما كما تشوفوا بعد ما نفور الكسكسي باش نسقيو كما تشوفوا. لا اله الا محمد رسول الله. نسقيو وبعد كي نعمروا يعني الخضره نتاعنا. لا اله الا محمد رسول الله. نسقيو مليح مليح ونحركوه بالطبيعه حتى لين يشرب ويولي كعبه كعبه. وقتها نعبيو البلا نتاعنا، ما نعبيوهش جوا سقينا، نخليوه مشوار. استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. هذا كان العشاء متاعنا. طاول كي كسكسينا حضر، نودكم من شهيكم، ان شاء الله تكون وصفتنا عجبتكم وتكون الطريقه سهله ومبسطه، يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقه متاعنا. وهذا كسكسينا نودكم من شهيكم، منظر مزيان والقوه كيف بنينه. وكما تعرفوا الوصفه بنين سواء علوش او بقري، تجيكم الدواره بنينه، خاصة تو عيد كبير يعني. بالطبيعة تبدا الدوارة جديدة فيه وحاجيكم كيف ما شاء الله بنينة. نجم تعملوا كسكسي قمح او كسكسي حانوت او كسكسي دار كيف يعني ليكم الاختيار في انواع الكسكسي. لا اله الا محمد رسول الله. هذا كسكسي نحضر، ان شاء الله تكون وصفتنا عجبتكم. تنسوش تشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس كل جديد، حطوا لايك على الفيديو فضلا وليس امرا. ان شاء الله تكون وصفتنا لليوم عجبتكم. لا اله الا محمد رسول الله. وهذا كسكسينا، هذا من الاكلات التونسيه متاعنا. ان شاء الله تكونوا عجبوكم. متبخلوش علينا باللايك. خليتكم صحه وعافيه في فيديو جديد. باي باي.